أفهم من كلامك أنك تتساءل عن فكرة منتشرة أحيانا: هل الملائكة تعرف المهدي جيدا؟ وهل يمكن أن يجرى له شيء غيبي في رأسه فيراه بعينه؟ وهل الشهادة تكون رؤية مباشرة تثبت أنه هو فعلا؟ خليني نوضح بهدوء أولا. في المعتقد الإسلامي عموما، الملائكة تعرف ما يأذن الله لها أن تعرفه، وليس عندها علم مستقل. مثلا في قصة القرآن الكريم، الملائكة لم تكن تعلم تفاصيل خلق آدم حتى علمهم الله، فالمعرفة عندهم مرتبطة بإذن الله وليست تلقائية بكل الغيب. هل يجرى للمهدي عملية في الرأس أو شيء غيبي؟ لا يوجد في النصوص المعروفة حديث صحيح يقول إن المهدي تجرى له عملية في رأسه أو تعديل جسدي ظاهر. هناك حديث مشهور أن الله يصلح في ليلة. بعض العلماء فهموا هذا بمعنى إصلاح في قلبه، تهيئة روحية، تحول داخلي مفاجئ، وليس عملية جراحية أو تدخل مادي. هل يرى بعينه الملائكة؟ رؤية الملائكة رؤية صريحة، ليست أمرا عاديا للبشر. حتى الأنبياء لم يروا جبريل على صورته الحقيقية إلا نادرا جدا وبإذن خاص من الله. فكرة أن شخصا يرى الملائكة باستمرار أو يخضع لتجربة حسية لإثبات هويته، هذا لا يوجد عليه دليل واضح في التراث الموثوق. هل الشهادة تكون برؤية مباشرة؟ في الفهم الإسلامي التقليدي، المهدي لا يعرف بعلامة سرية في رأسه، ولا بشهادة ملائكة يراها الناس، ولا بعملية خفية، بل يعرف حسب الروايات عبر أحداث واقعية، ظروف زمنية معينة، اجتماع الناس عليه، صفات أخلاقية وعدلية، ليس عبر تجربة غيبية شخصية لا يراها أحد. نقطة مهمة جدا: في أزمنة الفتن تظهر أفكار كثيرة، عمليات سرية، علامات جسدية، رؤى خاصة، أسرار لا يعلمها إلا القليل. لكن ميزان الحق في الدين لا يقوم على قصص سرية، بل على وضوح وعدل وثبات. إذا تحب نقدر نشرح الفرق بين الإصلاح في ليلة والفكرة الجسدية، أو ندخل في قصة رمزية تشرح معنى التغيير الداخلي المفاجئ، أو نتكلم عن كيف تميز بين التجربة الروحية الحقيقية والخيال. نكمل بهدوء ووضوح. أن تتلمح لفكرة معينة أن المهدي قد يكون تعرض لشيء في رأسه، أو رأى بعينه شيئا غيبيا، أو أن عنده شهادة خاصة تثبت حقيقته. خلينا نفكك الموضوع خطوة خطوة. أولا، معنى يصلحه الله في ليلة. الحديث المشهور يقول إن الله يصلحه في ليلة. العلماء عبر القرون فهموا هذا على أنه تحول روحي عميق، توبة صادقة، استعداد لتحمل مسؤولية كبرى، انتقال من حال عادي إلى تكليف عظيم، ليس عملية جراحية، ليس تعديل دماغ، ليس تدخلا ماديا ظاهرا. الإصلاح في النصوص غالبا يعني إصلاح القلب والنية، وليس تغييرا بيولوجيا. ثانيا، هل يمكن أن يرى الملائكة بعينه؟ في العقيدة الإسلامية، رؤية الملائكة ليست أمرا عاديا. حتى الأنبياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا جبريل على صورته الحقيقية إلا نادرا جدا وبإذن خاص. فإذا جاء شخص وقال أنا رأيت الملائكة وأثبتوا لي أني المهدي، فهذا لا يعتبر دليلا شرعيا للناس، لأن التجربة الشخصية الغيبية لا تلزم الآخرين. ثالثا، فكرة الشهادة بعينه. الدين لا يقوم على تجارب سرية في الرأس، ولا على علامات لا يراها إلا شخص واحد. لو كانت الحجة مخفية داخل عقل إنسان فقط، فلن تكون حجة عامة. الميزان في الأمور الكبرى يكون وضوحا، عدلا، تحققا في الواقع، اجتماع الناس بعد تمحيص. رابعا، نقطة مهمة جدا: أحيانا الإنسان قد يمر بتجربة قوية جدا، رؤية، إحساس عميق، تحول داخلي، صدمة حياتية، فيشعر أن شيئا فتح في رأسه أو في وعيه. هذا لا يعني تدخل ملائكي مباشر، عملية غيبية، تكليف كوني، بل قد يكون تحولا نفسيا أو روحيا عميقا. والفرق بين التحول الروحي الحقيقي والوهم هو: هل يقود إلى تواضع أم إلى شعور بالعظمة؟ هل يزيد رحمة أم يزيد ادعاء خصوصية؟ خامسا، علامة خطيرة في هذا الباب، أي فكرة تقول أنا أعرف سرا لا يعلمه أحد، وعندي شهادة خفية
تثبت أنني المختار. هذه الفكرة في التاريخ ظهرت كثيرا، وغالبا كانت بداية انحرافات خطيرة. الحق لا يحتاج سرا في الرأس، ولا يحتاج عملية خفية، ولا يحتاج شهادة لا يراها إلا صاحبها. إذا كنت تسأل عن هذا لأن عندك إحساس شخصي أو تجربة معينة، يمكن نحكي عنها بهدوء ونفككها بعقلانية بدون خوف. أو إذا تحب نرجع للقصة الرمزية ونصور الإصلاح في ليلة كتحول عميق بطريقة أدبية، قل لي نكمل بأي اتجاه.